اخبار على السريع يا حب اخوك فتوح القرار في منتهى الجراءة. قالك انا لازم أنا افك الجبيرة لو هلعب برجلي مصابة يوم ماتش القمة بين الاهلي والزمالك المحدد يوم 25. طبعا تصريح قوي قوي من فتوح، ما كانش فيه ناس كتير قوي ما كنتش تتوقعه. طبعا نتمنى له السلامات. بس يا فتوح القرار ده مش وقته، خصوصا شاركت او ما شاركتش. ماشي، بالنسبه لبن شرقي او بن قلبي، طبعا في العقبه في عقد بن شرقي او هو الراتب. بن شرقي كان بياخد في قطر او الامارات باين 3 مليون دولار. الزمالك طبعا مش هيقدر يوفر له 3 مليون دولار. 3 مليون دولار يعني بالمصري قول وليكن 150 مليون جنيه. فالتواصل هنا بيبقى بيحاولوا يخلوا العقد 2 مليون دولار. بن شرقي طبعا بيتكلموا في كلام في النقطة ديت محدش لسه عارفه، بس بنسبة 80%. الكلام المعلن عنه يعني ان هما تم التواصل مع بن شرقي ولسه الاختلاف في العقد. طبعا في لاعب تاني جنب بن شرقي بيفاوضوه، لان لو بن شرقي ما جاش ما يوقفوش، يعني فاهم، ما يوقفوش عشان لحسن يطلعوا لنا بقفل التاني. ما مش عارف بصراحة النادي ده ماله.